وماذا أقول بعدما قيل حينما تنتهي المسألة بدون أي صراخ أو عويل؟ أحب أبدأ النهاردة حكايتنا بهذا البيت من الشعر عن ماتش انتظره الجميع عشان ماتش يشككك في نفسك. ما هو بعد اللي حصل مع تايسون حتى ولو كان داخل على ال60 لازم تشك برضو إيمانك بنظرية الملاكم اللي بينقط ملاكمة وهو ماشي لما يكسبوا يوتيوبر. في حاجة كده بتحصل جواك رافض المبدأ برغم كل المبررات، سواء بقى كان كبير أو الماتش حتى سكريبتد. وعلشان كده الماتش ده كان فارق جدا لكل حد جواه شك. وعلشان كده ليله امبارح في ميامي ما جانيش نوم، واحنا كان عندنا لسه في اول اليوم كنا كلنا مستنيين الماتش الرهيب العجيب المريب. انطوني جوشوا البطل العالمي وذهبيه الاولمبيات قصاد اليوتيوبر المناضل المكافح جيك بول. الناس كلها في القاعه كانت واقفه على طراطيف صوابعها، وكل محبين الملاكمه كانت ايديهم على قلبهم، مش ناقصه بقى مهزله جديده تحصل. والكاميرات ماشيه تصور كل الناس الحماس ماليها. جيك بول بيدخل الحلبه بحركاته اللي بيعرف يخطف بيها الانظار وبيحاول يدي الجمهور احساس بالثقه، ولكن اللي يركز في عينيه يعرف انه قلقان من جواه. جوشوا داخل عملاق، العضلات مشدوده، العيون مركزه، كل حركه منه محسوبه. بيبدا الماتش بيتحرك جيك بول وبيبدا يعمل شغل الفوت وورك بتاعه، ولكن جوشوا مسيطر وبيبدا ان هو يقطع عليه المسافات. السيطره كانت واضحه لجوشوا ما فيهاش كلام. بتخلص الجوله الاولى وبتبدا تدخل الجوله الثانيه وراها الثالثه اللي بيحاول فيها جيك بول بغض النظر طبعا عن الاعداد اللي بيقعد يعملها والتحضين والكلينشات اللي عمال يعملها مع جوشوا، الا ان هو بيحاول يخطف بعض النقط بالجابس او الكروس، ولكن السيطره دايما كانت لجوشوا. حتى في لكمه جاب كده راح ضاربها وعامل بعديها كلينش على طول قبل ما جوشوا يعمل اي رد فعل، وكانه بيقول له خلاص يا باشا انا اسف والله ما كنت اقصد. بدايه الجوله الرابعه بدا جيك بول يتعلم درس مهم جدا على الحلبه، هو انه يعني انه يكون بيلاعب ملاكم مش مخلص او مشطب. مع انه والله اللي مخلص ومشطب ده لو كان شد عليه شويه من اللي كنا بنشوفهم بيعملهم في التمرينات التجهيزات بتاعه الفايت كان جاب اجله، بس يعني كان ماسك نفسه، كان بيقعد في جلافز يا جماعه. وفي وسط الجوله الرابعه بيحصل كلينشات وبيحصل نزول على الركبه غريب جدا من جيك بول. مش عارف هو من بدايه الجولات وهو شغال على كده، مش عارف هل المعسكر بتاعه كان معسكر MMA فكان بيتعود على السبمشن عشان ان هو يقلب جوشوا على الحلبه، ولا كان عاوز يعمل ايه بالظبط. بوس ايدك سيبنا روح، انا مش فاهم فيه. جوشوا بيقعد يستغرب ويبص للحكم ويقول له اللي هو يعني يا اخي، وعلى درجه ان هو في مره وهو بيمسكه راح ضربه وهو نازل بيقول له ابعد عني يا اخي قرفتني. وفي الجوله الخامسه بيضغط جوشوا، خلاص هو بدا انه يعمل العد التنازلي لجيك بول علشان هو خلاص مسيطر على الماتش، هيبدا ينهي الماتش خلاص لانه كده كفايه عليه. في المرتين بقى اللي بيقعهم جيك بول في الجوله الخامسه كان برضه مصر ان هو يحضن جوشوا. عارف ده طقس بوذي كان بيطبقه في مرحله الاعداد او هو في المعسكر بتاعه ولا ايه. في الجوله السادسه وكأن جوشوا قال لنفسه خلاص كفايه كده، 6 جولات حلوين قوي بعنا عليهم كويس وظبطنا الدنيا، مش هوصله لل8 جولات اللي هو زمن الماتش، لان الماتش ده كان عباره عن 8 جولات. ففي الجوله السادسه وهو داخل خلاص هو كان ناوي ان هو يخلص، ابتسامه الثقه مرسومه على وشه، خلاص بدا ان هو يحاوطه في الكورنرات. وفي نص الجوله كده راح مدي بادي جاب وراها قذيفه باليمين، راح جيك بول واقع على الارض. وعلى فكره الحركه دي كان اوزيك بيدربوا عليها في المعسكر اللي هو عمله مع الفريق بتاعه هناك في مرحله الاعداد. جيك بول خد الكروس هوب فوق مع 3 اي اطلس، خد له لفه ورجع تاني. الحكم بدا ان هو يعد عليه، ما لحقش يقوم قبل العده العاشره، وبكده الحكم خد قرار ان خلاص ايقاف المباراه بالكي او لصالح جوشوا. وبكده بينتهي الماتش، وبنعرف منه ان انت لما بتلاعب ملاكم بجد على الحلبه في البرايم بتاعه مش مخلص بيحصل معاك ايه او بتشوف ايه بجد على الحلبه. جيك بول طبعا اتكسر فكه كسر مضاعف في منطقتين بعد اللكمه اللي خدها من جوشوا، ولكن انا حابب ان انا النهارده احيي الملاكمين الاثنين على حاجه لكل واحد. اول حاجه جوشوا، شكرا لان انت خليت ايدك على دقنك ما نزلتش ايديك، لان انت في الفترات الاخيره الثغرات بتاعتك كانت من دقنك، فبالتالي انت قفلت كويس في الماتش ده، عشان كده تفاديت ان اي ضربه او لطشه غلط، لان القضيه ملهاش كبير زي ما احنا عارفين. فشكرا لان انت خليت ايدك معظم الوقت على دقنك. بالنسبه لجيك بول بحييه على فكره ان هو وهو فكه مكسور ولكن كان بيحاول ان هو يقف، مش قادر، فكه مكسور، هيلعب ازاي؟ الدنيا بايظه معاه، ولكن مع ذلك كنت بتحاول. فشكرا ليك لان ده اثبات للرجوله، وان انت الملاكمه اضافت لك فكره الجلد، وانت قلت ده بنفسك على الحلبه. فشكرا للملاكمين على النقطتين دول. وسواء كنت ملاكم او يوتيوبر او حتى ممارس للعبه او حتى من محبي اللعبه، الملاكمه كده كده هتضيف لك في كل حاجه، هتضيف لك من النواحي البدنيه، هتضيف لك لو كنت بتمارسها، هتضيف لك من النواحي النفسيه لو كنت بتتفرج كتير عليها وبتشوف قصص ابطالها، هتضيف لك حاجات كتير في الشخصيه بتاعتك، هتضيف لك قيمه حلوه قوي. هي دي ميزه الرياضه بتاعتنا. اتمنى حكايه النهارده تكون عجبكم. كان معكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي. تشاو.